بصوا تعالوا استكشفوا، كنت هعمل لكم مقدمة. بصوا المنظر. تعملي ايه؟ انتي بتعملي ايه؟ كده ينفع؟ يا لالي تعملي ايه؟ يا اختي 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 يا اختي. اصحابي يا حلوين، عاملين ايه؟ رب كلكم تكونوا بخير وباحسن حال. لو كنت اول مره بتشوفيني، انا بسمة ودي قناتي، بتمنى تاخدي جوله فيها وباذن الله تعجبك. بس اوعي تنسيني بلايك وشير وسبسكرايب وكومنت حلو منك، في دعوه حلوه ليا. شايفين بتعمل لكم ايه؟ شقاوة. طب عدي، طب اطلعي. المهم، قبل ما نبدا فيديو النهارده ما ننساش نصلي مع بعض كالعاده على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. البت عامله دوشه مخلياني مش مركزه خالص. عامله ايه؟ انا هنا اهوت. بصوا، ده بلح انا ببقى مكسراه كده اهوت ومظبطاه ومحضراه. يعني بابا والولاد بيقعدوا يشيلوا الناقه من جوه منه، بس على ان هو يتغسل ويتحط في الخشاف على طول. احنا عملنا نص الكيس ونص الكيس سايبينه لحد ما ده الكميه تخلص. بس مطلعه ورق التين هعملها معاهم، ممكن احط معاهم جوز هند النهارده كده يعني. مطلعه ايه كمان امبارح على خلاص استحالنا وداخلين ننام، رحت انا مطلعه البطايه دي عشان تحل تلجها. حلت تلجها، قمت الصبح رحت انا عامله ايه بقى، حاطه سكر وملح وليمونتين وشويه خل صغيرين كده اهوت، ومرقداها بحاجاتها كده اهوت بقى، الانثى والكبده ودي الزور بتاعها وكده. شلت بس الحته اللي ورا دي عشان بتبقى زفره ومش حلوه. ما تستغربوش من مواعين السحور، ايوه دي مواعين سحور فقط لا غير، عشان احنا اول يوم رمضان ما بنفطرش في البيت. الطاسه الكبيره دي بتاعه البيض، ودي بتاعه الفول صغنونه، والحله اللي تحت دي بتاعه اللي بقلي فيها البطاطس، يعني بتبقى فيها الزيت، قلت كفايه عليها كده. والصينيه ديت كنت جايه بيها من عند الجماعه. ف يعني الاطباق السحور بقى والكلام ده كده كله. هنا دي اتقشرت مني، وهنا ديت مرقداها في كلور وشويه بطاطس كده اهوت. شلت فوط من هنا نشرتها وسايبه دي بتترقد، حسيت انها مزيته شويه. امبارح قبل ما امشي كنت غاسله دولة وحطاهم كده اهوت، ودي اللي كنت عامله فيها العرقسوس، لسه طبعا عندي منه اخر كوبايه حطها في التلاجة. ودي الجفش العرقسوس ده انا هغسله. بس عايزين نوضب كل حاجه مع بعضينا بقى ونحضر الفطار النهارده مع بعض. ده تاني يوم رمضان، ولكن اول يوم فطار لينا في البيت انا والولاد وكده. بس ف آه، لو وصلتي لحد هنا ما تنسيني باللايك. بس دي بتعمل ايه. ويلا بينا نبدأ على فيديو النهارده. نقول بسم الله ونبدأ. اول حاجة نجهزها الخشاف بتاعنا او البلح او التمر باللبن. بصوا، هو احنا بنعملوه من غير لبن، بس ساعة الشرب بحط عليه لبن بس مش اكتر، عشان اللبن لو قعد كتير في السكر بيغمق، لو قعد كتير مع البلح بيغمق. بحط بتاع 3 معالق كبار كده سكر علشان يعني يبقى طعمه حلو. انا طبعا غسلت البلح، وكنت بقول لكم في اول فيديو ان انا عايزه احط جوز هند. انا اصلا كنت عايزه احط زبيب مش جوز هند، اتلخبطت. وفي نفس الوقت انا كمان لا حطيت جوز هند ولا حطيت زبيب. ف يعني قلت ايه، كل يوم اشكل حاجه كده. بصوا بقى، هاخد بس كام واحده هغسلهم وارجع ايه اقصقصهم كده بالمقص بيبقى اسهل. بصوا بقى، انا في حيره شديده جدا جدا جدا. يمكن الكام واحد بس اللي بيتفرجوا عليا على راسي من فوق وكل حاجة، ولكن حاسة ان انا بقالي سنتين في القناة بهري، مفيش اي فايدة، مفيش اي تقدم، مفيش اي حاجة. وفعلا انا بتعب قوي في الشغل وفي المونتاج وفي كل حاجة. هحط لكم على الشاشة دلوقتي كام فيديو عندي كتار، مش فيديو ولا 2 ولا 3، كذا فيديو. انتوا تعدوهم وتقولوا لي هم كام فيديو عليهم حقوق طبع ونشر، وكلهم فيديوهاتي انا مش جايبه حاجه من بره ومش حاطه صوت من بره. حتى الموسيقى اللي بحطها عليهم على معظم الفيديوهات. اشمعنى الفيديوهات دي بس اللي متنقيه هي اللي عليها حقوق طبع ونشر؟ انا مش عارفه. تمام كده اهوت. إيه الموسيقى اللي انا بحطها اصلا اول الفيديو اللي هي بتعرفك ايه محتوى الفيديو النهارده، كنت بعملها قبل كده الموضوع دوت في معظم الفيديوهات بتاعتي، دي من على البرنامج نفسه. تمام كده اهوت.
فانا مش عارفه، يعني المفروض ان هي على البرنامج بتبقى مجانيه ومش بتاعت حقوق طبع ونشر. انا مش اخداها من بره او مشترياها او اخداها من ابلكيشن تاني او من برنامج تاني وحطها على الفيديو. فاهمين الفكره؟ ولو في اي فيديو فيه مثلا بصور في عربيه او في شارع وفي صوت ابتدى اغاني، صوت حاجه، اي حاجه فيها هيجيب لي حقوق تبع ونشر، انا بكتم الصوت. معظم فيديوهاتي اللي فيها تصوير خارجي انا ببقى كاتمه الصوت وبحط لكم صوت على صوت، مش كتير اللي ببقى مسجله من بره، عشان ابقى واخده حريتي في الكلام معاكم. تمام. بصوا زي ما نزل لكم على الشاشه ونزل لكم لحد دلوقتي كده هو ايه بالظبط اللي هي الفيديوهات كلها بتاعتي. فانا جاي لي حقوق تبع ونشر على الموسيقى. تخيلوا، على الموسيقى اللي حطها الاولانيه على اول الفيديو. الموسيقى دي على كل فيديوهاتي، اشمعنى الفيديوهات متنقيه؟ انا محتاره ومش عارفه. بصوا في حاجه غريبه جدا في اليوتيوب بيعملها. ساعة لما انا تعبت ووقفت القناة فترة طويلة بتاع 3 شهور تقريبا لما كان عندي كورونا، جالي كورونا وعلى ما فقت واستعدت قوتي، مش فاكرة انا قفلت، يعني مش قفلتها بس ما نزلت الشغل عليها كذا، يعني فترة طويلة. وقتها جاني عدد مشتركين كتير جدا، كان اليوتيوب بيرجح فيديوهاتي لوحده بينشرها، كانت شغالة القناة، كانت بتعلى كلام من ده كله. تمام. فلما حملت وغبت شوية، وحملي دوت كان صعب فوق ما اي حد ما تخيل. غبت شوية واعلنت اني حامل بعد كده، وايه سبب غيابي، وبقى يعني بقيت متقطعة شوية الصراحة، وما صورتش في الولادة وريحت شوية كمان. بصوا في الفترات اللي انا مش بصور فيها اليوتيوب بيرفع لي الفيديوهات وبيطلع لي مشاهدات كتير وبيجيني مشتركين. وفي الفترة اللي بكون شغالة يوميا وضغطة على نفسي وعلى بيتي وعلى وقتي والكلام ده كده كله، انا بحب التصوير، انا بحب اكون متواجدة في المكان، بحب اكون انا ليا، انا اتعودت على الشغل، حابه اكون ليا حاجه. فاهمين؟ لما بكون كويسه وشغاله لا بلاقي الامور بتنام، المشاهدات مفيش واللي زاد وغطى بقى اللي ضايقني اللي هو بكتشف كل ما ادخل على القناه كده واتابع وكلام من ده، عشان في كومنتات ما بشوفهاش كتير، لازم اخش على الاستوديو بتاع اليوتيوب من عندي عشان اشوف الكومنتات، لازم اخش على فيديو عشان اشوف كومنتات، مش كل الكومنتات اللي بتجيني بتتعرض لي فوق وانا ادخل عليها. فمن وقت للتاني كده هوت بمسك اشوف الشغل بتاعي. بصوا احداث الفيديو ماشيه معاكم، انا كنت بعمل مهلبيه وبقول لكم بصوا السمك بتاعها بقى تقيل ازاي، وهبدا ان انا ايه اعبيه. انا كنت قايل لبابا يجيب لنا كنافه او قطايف وما جابش. والمهلبيه ديت انا كنت جايباها في المشتريات بتاعتي عشان انا كنت هعمل كيكه شوكولاته زي ما عملت معاكم في ليله رمضان. فلقيتها لا، بعد ما جيت اشتغل لقيتها مهلبيه مش شوكولاته، وبابا راح جاب لي بدلها يعني كده. فقلت خلاص هي جايه رزقهم ونصيبهم، لازم اعمل لهم حلويات بعد الفطار. احنا مش اكيله قوي، بس بعد الفطار بشويه على الساعه 11 الساعه 10 11 كده بعد التراويح بنبدا ان احنا نشتاق لحاجه. فقلت مش مشكله اعملها لهم وكده وكده كده المهلبيه خفيفه يعني مش حاجه تقيله. بس فهي كانت نصيبهم يعني وعملتها، هسيبها تهدى وبعدين هبقى احطها في التلاجة وانا بجهز يعني الاكل معاكم وطريقة البط وكل حاجة. دي الطريقة اللي هم بيحبوها، عشان كده دايما انا بعملها في القناة. لما بغير لا بيبقوا حابين من كل حاجة بس عايزين دي، فعشان كده بسهل عن نفسي واعملها. كنت هعمل جنبها محشي طلب وملوخية برضو. بس المهم فانتوا قولوا لي، انا مش عارفة بقالي كام يوم طالع معايا ان انا اوقف فيديوهات شوية واما اشوف القناة هترسي على ايه. والله مش عارفه هعمل ايه، بجد مش عارفه. ده اخر فيديو، انا ما صورتش حاجه فعلا والله العظيم. النهارده ده فيديو امبارح، النهارده تالت يوم رمضان، ده فيديو امبارح بتاع تاني يوم رمضان. انا ما صورتش حاجه. إيه، عايزه اقول لكم مش تعبانه نفسيا ومش زهقانه ومش لا مش كده خالص. بس قلت لا عادي، انا مش هضغط على نفسي وانا هشوف ايه الكلام. والله جاني مشاهدات على الفيديو دوت ولقيت الامور تمام. تمام. انا يعني من امبارح من وانا بصلي وانا بدعي وبشوف ايه الكلام. ممكن يكونش ليا رزق في شغلانه فمش هفضل اهري فيها كتير. تمام. وممكن يكون ليا رزق في حاجه تانية. هي دي الفكره، فانا مش بزعل على حاجه، وكل واحد بياخد رزقه ونصيبه. فانا مش عارفه عامه
هو لحد دلوقتي والله العظيم ما عارفة هصور تاني وانزل لكم حاجة ولا لأ. انا لحد دلوقتي الوقت اللي انا بسجل لكم فيه حالا ما عنديش اي حاجة لان دوت الفيديو انا قلت خلاص ده هينزل وانا هوريكم الفيديوهات اللي عليا حقوق طبع ونشر دي كفيلة تقفلي القناة اصلا. إيه، مش عارفة بقى ايه اللي هيحصل والحمد لله لحد كده. سبت بس كلمة الله اكبر، الله اكبر يا قوي يا عزيزي يا معز يا رب. ده صلاة المغرب علشان برضو حقوق طبع ونشر دلوقتي بقت طالعة على الاذان والقرآن والكلام ده كده كله. المهم ما تنسوش تقولوا لي انا اعمل ايه ولا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله.